السلام عليكم. رب العالمين عطى لسيدنا موسى آيتين ليروح فيهن عند فرعون. آية العصا اللي تحولت لثعبان وكلياتنا بنعرفها. الآية الثانية هي آية اليد. شو بتعرفوا عن آية اليد؟ هل يا ترى موسى حط إيده داخل معطفه وطلعت عم تضوي أبيض لامع؟ أم لعل موسى لون بشرته سمراء ولما حط إيده داخل العباية طلعت لون بشرته بيضاء؟ أم لعله في معنى تاني؟ تعالوا لنشوف الموضوع. في 5 سور بتتحدث عن آية اليد. رح نقرأ هاي الآيات بالترتيب وبعدها ناخد من كل آية ملاحظات، نجمع هالملاحظات ليطلع معنا صورة ومشهد متكامل. خلونا نبدأ. أول شيء عنا بسورة الشعراء والأعراف نفس الوصف. رب العالمين بيقول: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. الملاحظة اللي بنلاقيها بهالآية هو الترتيب. عندي أول شيء آية العصا وبعدها آية اليد. طب ليش مو بالعكس؟ هاي أول ملاحظة. السورة الثالثة هي سورة طه. بيقول رب العالمين: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. بهاي الآية عنا 3 ملاحظات. الأولى، اليد تحت الجناح، والجناح كناية عن الذراع. الملاحظة الثانية، اليد تخرج بيضاء لكن في وصف جديد، بيقول رب العالمين من غير سوء. هاي الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة، رب العالمين ذكر بنهاية هالآية آية أخرى، تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. هاي 3 ملاحظات نحفظهم للي بعدها. عندي السورة الرابعة هي سورة النمل. رب العالمين بيقول: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. هون في وصف مختلف، إنه اليد داخل الجيب، والجيب باللغة العربية تطلق على رأس فتحة الثوب. يعني إذا بدنا نربط هاي الآية بالآية اللي قبلها، اليد داخل الجيب وبعدها تحت الجناح تخرج بيضاء من غير سوء. آخر آية معي هي بسورة القصص. يقول الله: اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب. هون بنلاحظ اليد داخل الجيب، بعدين الله قال تخرج بيضاء من غير سوء، بعدين اضمم الجناح. هل اختلف الترتيب؟ يعني نحن بنعرف اليد داخل الجيب وبعدها ضم الجناح بعدين بتخرج بيضاء. لا، هون ما اختلف الترتيب، ولكن هذا معروف باللغة العربية هو تقديم وتأخير. المقصود يعني اسلك يدك في جيبك واضمم إليك جناحك من الرهب تخرج بيضاء من غير سوء. وهذا التقديم والتأخير لتوضيح الوصف الجديد وهو الرهب. لما الله قال واضمم إليك جناحك من الرهب، والرهب هو قريب من معنى الخوف. طيب، نراجع الملاحظات كاملة. 1، بكل الآيات في ترتيب: الآية الأولى العصا، الثانية اليد. الملاحظة الثانية، اليد داخل الجيب، بعدين تحت الجناح تخرج بيضاء من غير سوء. الملاحظة الثالثة، اليد هي آية أخرى. الرابعة، ضم الجناح من الرهب. هلأ أي تفسير لازم يكون مترابط مع كل الآيات وبيوضح هدول الملاحظات ال4. الآن تعالوا لنشوف. قالوا بمعنى آية اليد تبع موسى أنه كان إلى نور ساطع بيضيء ما بين السماء والأرض. هذا أحد التفاسير اللي ذكروها بهالآيات. طيب، نسألهم شو معناتها لكن من غير سوء؟ لما الله قال تخرج بيضاء من غير سوء، قالوا يعني ما فيها لا أذى ولا ضرر. طيب، مو هو بشكل طبيعي كل إيدين الناس ما فيها لا أذى ولا ضرر، وين الميزة يعني؟ أم لعله بدكم تقولوا إنه كانت إيد موسى فيها إصابة بأصل خلقه، ولما كان يحط إيده كانت تخرج سليمة وعم تضوي، ما فيها الإصابة القديمة اللي كانت عنده. وهذا الكلام بصراحة لازم إذا كان صحيح بده يكون عليه دليل أو إشارة. ما بيمشي حال أنا يلا هيك ظنيت وهذا المعنى، وهذا المعنى لهيك ما بنلاقيه مترابط مع الآيات. المعنى الثاني،
قالوا بتفسير هالآية إنه موسى كان أسمر البشرة، فلما دخل إيده صارت بشرته لونها بيضاء. طيب شو معنى من غير سوء؟ قالوا إنه طلعت بيضاء ما فيها برص، لأنه شدة البياض إذا كانت بيضة كتير تعتبر هذا سوء أو عيب. وبهذا التفسير بصراحة في عدة إشكالات. الأول، غريب إنه يكون الحوار بهالطريقة. يعني ليش الله مثلا ما ذكر عن كتير آيات من غير سوء؟ مثلا آية انفلاق البحر، رب العالمين قال فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. طيب هذا الانفلاق مو ممكن ينهار فيه الماء؟ مو ممكن يكون العبور ما آمن؟ ليش الله مثلا ما قال فانفلق من غير سوء، مع أنه السياق أخطر بكتير من آية من بياض اليد؟ هاي الإشكال الأول. الإشكال الثاني، قالوا إنه من غير هذا قياس على قول الله للنار لما إبراهيم رموه بالنار. شو الله قال للنار؟ يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لأنه رب العالمين لو قال للنار كوني بردا على إبراهيم فقط، هذا بيعني إنه النار بدها تصير برد، وللبرد في درجات، ممكن توصل درجة البرد للتجمد، لهيك الله قال بردا وسلاما. صحيح المعنى، لكن قياس الكلام اللي عم بتقولوه على هالآية، على آية العصا، ما بيصح. ليش؟ لأنه هون عندي بياض مثل ما الله، وفينا نقول إنه للبياض درجات، يعني ممكن تصير درجة البياض مثل البرص. طيب وين المشكلة؟ يعني مو هي مجرد لحظات وبترجع مثل ما كانت، ما انها رح تصير بيضة بشكل دائم طول عمره. يعني مو الغاية انه تصير ايده بيضة طول عمره، لا بالعكس، ممكن يكون اذا صارت ايده بيضة كتير بيكون هذا اكثر وضوح للعين. فانه تقيسوا هذا المعنى على هالآية، لا ما شايفه بالصح. ثالث امر، اذا كان هو اسمر البشرة وصارت بشرته بيضاء مثل ما عم تقولوا، ما ذكر الله ايمتى بترجع للونها الطبيعي؟ هل لازم موسى يرجع يدخلها مرة تانية مثلا تحت الجيب؟ ما نذكر أي شيء عن هذا ولا حتى ملمح. والأمر الأخير، شو معنى الرهب؟ هو ليش صايبه رهب وخوف؟ قالوا من خوف من العصا اللي تحولت لأفعى، لأنه رب العالمين قال له لموسى وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. تمام، لكن هاي حالة الخوف صارت أول مرة مثل ما الله ذكر، لأنه الأمر مفاجئ، بس ما صارت كل مرة. يعني مو كل مرة رح يرمي العصا ويخاف، يعني غريب هالمعنى. طيب ورح نفترض جدلا انه كل مرة هو عم يرمي العصا وتصير أفعى عم يخاف، شو علاقة ضم الجناح بذهاب الخوف لما الله قال واضمم إليك جناحك من الرهب؟ قالوا انه هيك الله جعل الموضوع انه يروح خوفه لما يضم نفسه، وبعدين بنوا على هذا المعنى عمل تدبري. قالوا إذا عمل الواحد هيك على سبيل الاقتداء وحط إيده على فؤاده وضم حاله هيك، إن شاء الله بيروح عنه الخوف. أنا ما بشوف هاي المعاني صحيحة. وبشكل عام لما تسمعوا أنتم بالتفسير الآية عدة معاني، قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا، بتفهم إنه المعنى غير معروف، وعم يحاولوا يجتهدوا ليوصلوا للمعنى الصحيح. لأنه لو كان في حديث صحيح عن النبي بهذا الموضوع انتهى الخلاف، ما في داعي لأي قول. طيب، وأنا بشوف بصراحة بهالمعاني الغير مبنية عن دليل نقلي صحيح أو معنى استنباطي صحيح فيه جرأة على كتاب رب العالمين. وكل إنسان يعني شيخ أو خطيب بينقل من كتب التفسير دون ما يتحقق من صحة المنقول. شو صحة المنقول؟ يعني بيحمل آثار بهذا النقل. هلأ لكن شو المعنى؟ مثل ما قلت لكم ما في حديث صحيح عن النبي ولا عن الصحابة، لكن فينا نوصل لمعنى استنباطي من الآيات. إذا دققت بالملاحظات اللي ذكرناها، إذا تأملتوا بأول نقطة إنه آية العصا واليد متلازمة مع بعض بكل الآيات، يعني دائما موجودين مع بعض بكل الآيات، وبنلاقيهم مرتبين. أول شيء العصا، رمي العصا بالبداية، وبعدها اليد. وعنا رب العالمين قال عن اليد تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، وكأنك بتشعر كأنها آية متممة لآية العصا. فما خطر لك السؤال
ليش هالأمر؟ وليش مثلا مو آية اليد قبل العصا؟ أو مثلا ليش مو آية اليد لحالها؟ ليش دائما مرتبطة آية اليد مع آية العصا؟ فكر شوي يعني بالموضوع، ما حاولت هيك تستغرب منه؟ رح أقربها أكثر. أنا عندي عصا عم تتحول لأفعى، هل الأفعى هي سحر أم أفعى حقيقية؟ لا، أكيد أفعى حقيقية لأنها آية، معناها أفعى وعندها صفات الأفعى الفطرية، بتلدغ وبتسمم. طيب شو الرابط بين الأفعى الحقيقية واليد تخرج من غير سوء؟ بظن هلا لازم يكون وصل المعنى. الأمر بشكل بسيط، لما ألقى موسى العصا تحولت لثعبان، ثعبان كبير حقيقي بصفات الثعبان الفطرية باللدغ والسمية. ولما كان يجي موسى ليمسك هذا الثعبان حتى الله يرجعه لحالته الطبيعية مثل ما كان عصا، فبيلدغ هالثعبان موسى وبيغرز أنيابه بإيده، وبيظهر لكل الناس إنه هذا الثعبان ما سحر وهو ثعبان حقيقي. شوفوا أثر الدم وشوفوا أثر الأنياب على الإيد، وهذا أكيد رح يضر بموسى. لهيك رب العالمين عطاه آية تانية متممة، كما مثل ما الله قال آية أخرى، وظيفتها شغلتين: اتأكد إنه العصا ما نسحر، أفعى حقيقي، والأفعى هي أفعى حقيقية بتلدغ. بعدين بيعالجوا رب العالمين ليكون هذا العلاج آية أخرى، فبيضع إيده داخل جيبه تحت الجناح، وبتخرج بيضاء من غير سوء. من غير سوء يعني سليمة، ما فيها لا جروح ولا دماء ولا أي أثر للدغ. بيسأل أحدهم سؤال، بيقول هو بكل مرة لازم الأفعى تلدغه؟ يعني ولا مرة قدر يمسكها بطريقة دون ما تلدغه؟ هو بصراحة موسى ما مروض أفاعي وما مطلوب منه يجيب عصاية ويثبت راس الحية ويجيب كيس ويمسكها من دنبة ويدخل راسه بقلب الكيس. مو المطلوب منه يلاقي طريقة يتفادى منه لدغتها، المطلوب منه يمسكها مباشر. طيب، أما معنى عبارة الرهب لما رب العالمين قال واضمم إليك جناحك من الرهب، هو صحيح أنه رب العالمين طمأنه لموسى وقال له خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، لكن يا جماعة بيضل هول الموقف وحاله بيعمل رهبة بالقلب. أنت بالنهاية عم تمسك ثعبان بإيدك وعم يلدغك وعم تتألم بكل مرة يعني رح يصيبك رهبة من هالشي. الرهبة من لدغة الثعبان ومسكه، مو الرهبة من تحول العصا لثعبان. لهيك الله قال له حط ايدك المصابة تحت جناحك حتى تنشفى وتروح هالرهبة اللي صابتك من هول هالموقف. بيسأل شخص بيقول هالتفسير اللي انت ذكرته هو افتراض، يعني ظن. القرآن ما بيسكت عن أحداث جوهرية وخصوصا بإثبات المعجزة. يعني حدث اللدغ حدث ضخم، معقول القرآن ذكر خوف موسى وهروبه وضم جناحه وطمأنته وما ذكر اللدغ؟ الجواب، في عنا آية تانية بقصة تانية بيذكر الله عم ناقة صالح، بيقول هذه ناقة الله لكم آية. كلياتنا بنتساءل شو هاي الآية بالناقة؟ وبتصير الناس بتجيب إسرائيليات ما بتصح إنه خرجت من صخر ما صخر. ما ذكر رب العالمين بالقرآن هاي الآية وترك الموضوع للتدبر والتفكر، وبنحكي فيه إن شاء الله. فافتراضك أنه القرآن ما بيسكت عن أحداث جوهرية خطأ. الله بيعطيك إشارات وبيتركك لتتدبر وتفكر.
وحتى الناس اللي اجتهدوا وقالوا انه كان موسى اسمر البشرة وبعدها صارت ايده بيضاء من غير برص. وين باقي التفاصيل؟ يعني انه ايده بترجع لما للطبيعة اللي كانت عليها. ليش ما نذكر هالتفاصيل هي؟ شلون بترجع ايده؟ هذا التفسير اللي أنا ذكرته بقصة موسى فيما أراه الصواب والله أعلم، واعتمدت بهذا الاستنباط الغير وارد لوجود عدة ملامح إذا نظرت إلى مع بعض بتشوف صورة متكاملة. رح أرجع عيد سردهم بشكل طبيعي. أول شيء عندي ترتيب آية اليد بعد العصا بكل الآيات. 2. ذكر عبارة آية أخرى وكأنه هي آية متممة. 3. في عندك عبارة تخرج بيضاء من غير سوء. منين اجى السوء؟ 4. عم تتحول الأفعى العصا عم تتحول العصا لأفعى حقيقية. هذا ملمح. 5. ذكر عبارة ضم الجناح من الرهب. هدول الخمس ملامح لازم يكون التفسير اللي بده ينذكر يربط الآيات مع بعض ويوضح جواب لكل هالملاحظات، وما وجدت أنا غير هذا المعنى. رح يسأل سائل يقول كيف الأفعى بتلدغوا؟ مو رب العالمين قال خذها ولا تخف؟ الجواب لأنه الله شفاه. يعني مثل ما رب العالمين قال له خذها وشو ما صارت النتائج لا تخاف، أنا رح ساعدك. يا ربي لدغتني، لا تخاف، حط إيدك داخل الجناح ورح ترجع إيدك سليمة. بيقول لي شخص مثلا بيقول لي أخي أنت طيب حذرت من القول بكتاب الله بغير علم، وهلا عم تحكي بالقرآن ظنون، شو اختلفت عن اللي قالوا بالقرآن بغير علم؟ في فرق يا أخي بين ظنون ما فيها أي دليل، مجرد هيك أنا هيك فكرت وهيك بدي، يلا هذا المعنى اللي خطر على بالي. وفي ظنون بتربط الآيات مع بعض مبنية عن استنباط منطقي من الآيات وربط منطقي. فأنا لما ذكرت هالمعنى يعتبر معنى مبني عن علم واستدلال منطقي، وما قلت بالقرآن بغير علم. وآخر شيء ما تفكر انه معنى هالايات ما له غايه، ما له معنى، يعني انه مثلا العصا اللي تحولت لافعى هيك مجرد ايه ما لها معنى. هذا موضوع ثاني ان شاء الله بنحكي فيه بجزء ثاني، توضيح شو معنى آية العصا وليش رب العالمين ذكر هاي الآية بالتحديد، ومعنى آية اليد، ومعنى باقي الآيات تبع موسى 9 آيات. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.